عندنا خبر متعلق ببلاغ مرفوع، والحقيقة أنا هنا لست في حل إن أنا يعني أرفض هذا الكلام أو أؤيده، لكن أنا بعرضه من منطلق الأمانة المهنية. يعني الأستاذ خالد سليمان المحامي بصفته وكيلا عن الإعلامي توفيق عكاشة أقام دعوة قضائية طالب فيها بوقف تنفيذ قرار حل مجلس الشعب. بس أنهي مجلس شعب؟ مش مجلس الشعب المنتخب اللي حلته المحكمة الدستورية العليا في حكمها الأخير منذ أسابيع، لا، ده عايز يرجع مجلس الشعب بتاع 2010. مجلس الشعب اللي في اعتقاد الكثيرين كان هو يعني القش التي قسمت ظهر البعير، وكانت الشرارة التي أطلقت ثورة 25 يناير عشان التزوير الكبير اللي كان حاصل فيه والاحتكار الكامل من قبل أحمد عز والحزب الوطني لمقاعد البرلمان. وكلام كتير، بس خليني طالما معي الأستاذ خالد سليمان المحامي أناقشه فيه أحسن. مساء الخير يا أستاذ خالد. اهلا وسهلا استاذ سامي. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك. اهلا بحضرتك. ما اقدرش اكذب عليك واقول لك انها مفاجاه من العيار الثقيل ان في يكون حد عايز يرجع برلمان 2010 اللي كان فيه تقريبا حاله من حالات الاجماع على انه برلمان مشبوه واتى كاملا تقريبا بالتزوير. تمام. اتفضل يا فندم. قبل ما اخش مع حضرتك في القضيه اللي انا رفعتها النهارده باسم الدكتور توفيق عكاشة بحكم ان هو كان عضو مجلس الشعب عن عام 2010. انا بس مش عايز انسى على غرار حادث السويس. هدي لحضرتك انفراد النهارده. اتفضل. بجريمه بشعه حدثت بالامس في احد الانديه، وهبقى اختم بيها مع حضرتك. ويعني هي انت ذات نفسك هتستاء بيها زي ما استأت بيه تصرفات موضوع الشاب ضحيه الفعل الاجرامي بتاعه. اتفضل يا فندم. الموضوع باختصار شديد، احنا دلوقتي عندنا رئيس جمهوريه وعندنا معالم الدوله، وشيء طبيعي رئيس الجمهوريه اقسم اليمين وبقى بننفذ اعلان دستوري صادر في 30/3. تمام. وعندنا حكم محكمه دستوريه صدر في الدعوه رقم 20 لسنه 34 قضائيه بحل مجلس الشعب الثاني. تمام. الاخير يعني. تمام. حل مجلس الشعب الاخير يا استاذ سامر، المجلس ده حل بيد الاخوان وبيد القوى الثوريه. لان المجلس الاعلى للقوات المسلحه كان اصدر مرسوم بقانون رقم 120. المرسوم بقانون دوت المجلس ساعتها افتكر ان هو بيقضي على بعض الاخطاء اللي كان بيرتكبها الحزب الوطني، فمنع ان حد ينزل على المقاعد الفرديه من الاحزاب، او ان حد نزل على مقعد فردي ونجح ينضم للاحزاب. تمام. والمرسوم ده كان بقانون 120. كويس؟ ايوه. وجئنا بان كل القوى الثوريه ومعاهم الاخوان المسلمين طلعوا بمليونيه باسقاط الماده 5 من القانون 120. على اساس ان هم بيطالبوا بما كان يفعله الحزب الوطني، ايه هو؟ ان الاحزاب ترشح على المقعد الفردي كيفما تشاء، واذا حد نجح على المقعد الفردي وعايز ينضم للحزب ما بعد نجاحه اهلا وسهلا. المجلس الاعلى للقوات المسلحه كان الصوت العالي بيحكم من التحرير، راح ده مرسوم بقانون 120، المرسوم بقانون 123 لغى الماده 5. تمام. تمام كده. وعلى هذا الاساس اصبحت هي دي العوار اللي على اساسه المحكمه الدستوريه العليا قضت بعدم الدستوريه. كويس. اصبح عندنا النهارده فراغ تشريعي، جه رئيس الجمهوريه. طب نرجع بقى لمجلس الشعب 2010. زي سعادتك تفضلت، رغم ما يثار حول هذا المجلس من انه وقع فيه وقائع تزوير رهيبه، انتخابات مجلس الشعب 2011 اللي حزب الحريه والعداله خد اغلبيه اعضائها، وقع فيه وقائع تزوير رهيبه اقرت بها اللجان، ورغم ذلك قالوا انها غير مؤثره في العمليه الانتخابيه. انتخابات الرئاسه ذات نفسها وقع فيها تزوير فاضح، ودي انتخابات رئاسه الجمهوريه. وانا زي ما قلت لحضرتك قبل كده الصندوق الاسود للجنه العليا للانتخابات لو هينفتح في القريب العاجل، في بعض القضاه بيتم التحقيق معاهم بشان بعض وقائع التزوير اللي تمت في عمليه الانتخابات الرئاسيه. التزوير المنهجي اللي تم جوه المطابع الاميريه ما ينفعش المستشار فاروق سلطان يعلن ان هو بالضبط 2000. طيب بس خلينا في موضوعنا بس يا استاذ خالد، عشان لو تفرعنا هنتفرع على حاجات كتير. لا، هي دي الاسباب اللي انا اقمت عليها الدعوه. ما انا ما توتش منك، هي دي الاسباب اللي انا اقمت عليها الدعوه. انا قلت عندنا اعلان دستوري صدر يوم 13/2/2011. معلش يا سامر، سعادتك بتركز جيدا في القوانين وفي الدساتير. تمام. انا عايز اقول لك كل الناس تعلم ان هناك اعلان دستوري صدر في 30/3 اللي احنا شغالين بيه لحد النهارده. تمام. لكن لا، ده في اعلان دستوري صدر في 13/2، يعني بعد تخلي الرئيس مبارك عن الحكم بيوم ونص. كويس. يعني الرئيس مبارك مشي يوم 11/2. ايوه. عدى يوم 12/2، يوم 13/2 المجلس الاعلى للقوات المسلحه اصدر مرسوم باعلان دستوري مؤرخ 13/2/2011
قال فيه ان هو بعد يومين من تنحي الرئيس مبارك عن الحكم وتكليفه للمجلس العسكري باداره شؤون البلاد. المجلس العسكري بيعترف ان هو باداره شؤون البلاد في الاعلان الدستوري ده. وفيما يلي هذا الاعلان الدستوري ادى بعض تطمينات للشعب المصري، وقال ان المجلس الاعلى للقوات المسلحه يؤمن ايمان راسخ بحريه الانسان وسياده القانون وكلام من هذا القبيل الطيب. وبعدين في الاخر قال ورغبه في تحقيق نهضه شعبنا فقد اصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحه القرارات الاتيه، واختص لنفسه ب9 قرارات بموجب الاعلان الدستوري اللي صدر في 13/2. تمام. اهم بقى هذه القرارات ايه؟ نمره 1 كان تعطيل العمل باحكام الدستور، نمره 4 حل مجلسي الشعب والشورى، نمره 6 تشكيل لجنه لتعديل بعض مواد الدستور وتحديد الاستفتاء عليها من الشعب. طيب ايه المشكله في كده؟ المشكله في كده ان المجلس العسكري هنا اختص نفسه بسلطات حكم وليست سلطات اداره، فلا يجوز للمجلس العسكري بناء على اعلان الدستور اللي صدر في 13/2 انه كان يعطل العمل باحكام الدستور، رغم ان هو وافق على تعديل 9 مواد منها وتم الاستفتاء عليها في 30/3. اقوى من كده ان ال9 مواد اللي هو استفتى عليهم في 30/3 استحضر 54 ماده من دستور 71 اللي هو ادعى ان هو معطله. وراح اضاف عليه ال9 مواد اللي تم الاستفتاء عليهم، واصبح عندك اعلان دستوري في 30/3. يبقى دستور 71 لم يكن معطلا. وعلى هذا الاساس هو ده المدخل القانوني والمأزق الدستوري، ان دستور 71 ما كانش بيعطي للمجلس العسكري سلطه الحاكم عشان خاطر يحل. بس هنا في مشكله اخرى هي ليها علاقه بالسياسه اكتر منها بالقانون يا استاذ خالد. اتفضل. وهي ان الكثيرين في مصر جدا بيعتبروا ان تسلم المجلس الاعلى للقوات المسلحه السلطه في البلاد، مش بس الاداره، السلطه بمعنى الحكم كمان، لم تاتي بتفويض من حسني مبارك، لان هم معتبرين ان هذا التفويض لا قيمه له، لان حسني مبارك كان خلاص خلع بالثوره المصريه، وان الثوره والشعب المصري الثائر هو الذي اوكل للمجلس الاعلى للقوات المسلحه اداره شؤون البلاد وحكمها لحين انتخاب سلطات سواء تشريعيه او تنفيذيه ممثله في رئيس الجمهوريه. طيب كلام حضرتك ده محل اعتبار يا استاذ تامر، لو انا قاعد مع حضرتك بنتناقش في امور البلاد. اما الدساتير كل حرف في الدستور صدقني بيبقى ليه اعتبار. طبعا انا متاكد. ردا على كلام حضرتك ده، ادي السطرين اللي في الاعلان الدستوري بتوع 13/2. اصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحه هذا الاعلان الدستوري بعد يومين، هم كاتبين كده، من تنحي الرئيس حسني مبارك عن الحكم وتكليفه للمجلس العسكري باداره شؤون البلاد. يعني هم بيستندوا الى تكليف الرئيس السابق باداره شؤون البلاد. لان انا حزين ان بقى لنا سنه ونص يا استاذ تامر كل النخبه اللي بيتكلموا في السياسه باسلوب فيه مواراه ما بيعلنوش عن دستور 13/2. طيب ده من حيث الدستور، وطبعا المحكمه هي اللي هتفصل في المنطق القانوني اللي حضرتك بتقوله، وانا ما عنديش يعني ان انا افتي في هذا القانون. لكن هو السؤال المهم اللي بعض المشاهدين هيسالوه لحضرتك دلوقتي، بعيدا عن ان القانون بيقول كذا وكذا، هو احنا عايزين نرجع هذا المجلس المشبوه؟ لا انا اما نرجع المجلس المشبوه يا استاذ تامر وننفذ قرارات الرئيس السابق مبارك عندما استدعى رئيس محكمه النقض وطلب منه نظر الطعون وحصرها اللي كانت على هذا المجلس. كان هناك حوالي 170 طعن قدام محكمه النقض على هذا المجلس، وانت عارف المجلس ده كان عدى ال 500 وحاجه 508 عضو تقريبا. وعلى هذا الاساس احنا جاهزين ان هذا المجلس هو المجلس الشرعي اللي موجود دلوقتي للبلاد، من حقي استدعيه من الغيب لسد الثغره اللي موجوده في السلطه التشريعيه في جمهوريه مصر العربيه، توفيرا للوقت وتوفيرا للنفقات. وده حقي القانوني ان انا ارفعه عن الدكتور عكاشه او اي عضو مجلس شعب اخر عايز يجي ينضم للقضيه او يكلفني بيها، من منطلق ان هو كان عضو اصيل وليه صفه في هذا المجلس. طيب انا وجهه نظرك القانونيه وصلت. انا عايز اسالك سؤال له علاقه يعني الكواليس. هي الدكتور توفيق عكاشه لما طلب منك ان تقوم برفع هذه الدعوه القضائيه، قال لك الهدف ايه؟ ان هو عايز يعني يرجع صفته النيابيه، ويعني ايه الكلام اللي دار؟ لا هو طبعا احنا عندنا دلوقتي فراغ تشريعي، عندك رئيس جمهوريه، فانا هقول لك الاسباب الحقيقيه على فكره. ارجوك اتفضل. احنا ازعجنا خطابات الرئيس مرسي، لان هو في خطاباته ما اعرفش هل هي تعتبر من قبيل زله اللسان او الاخطاء، اللي لسه طبعا ممارسه سياسه الجمهوريه اي لفظ بيطلع على لسان رئيس الجمهوريه ليه اعتبار. فهو قال سوف انظر
في المجالس المنتخبه اللي هي تم القضاء بحلها من المحكمه الدستوريه. طب انت عايز تنظر في مجلس المحكمه الدستوريه العليا قالت ده باطل منسى انشاؤه؟ لا، هو الحق يقال برضو، الامانه المهنيه تقتضي ان انا اقول لحضرتك ان امبارح المتحدث باسم الدكتور محمد مرسي اللي هو القائم باعمال متحدث باسم رئاسه الجمهوريه الدكتور ياسر علي هو وضح، انا عارف ان هو قال ان الكلام بتاع الدكتور محمد مرسي عن عوده المجالس التشريعيه المنتخبه ياتي عن طريق القانون، اما بان محكمه القضاء الاداري تبقي على الثلثين فنكمل بيه، او انها تقول لا يتحل فندعو بسرعه لانتخابات برلمانيه جديده. ايوه، بس هو ما ترجمش كلام الدكتور مرسي، هو قال انا بوضح ما قاله الدكتور مرسي على اساس ان الايضاح كان مختلف عن ما قاله الدكتور مرسي. ايا كان، لكن في النهايه طالما هو ده المستهدف يعني او اللي موافق عليه الدكتور مرسي ان متحدث باسمه يقوله، يبقى هو ده اللي موافق عليه. طيب هناك بقى صراعين يا استاذ تامر، هناك مجلس حل من سلطه غير مختصه، وهناك مجلس حل بالمحكمه الدستوريه العليا. المحكمة الدستورية العليا لما تم حل المجلس الأخير، نقول مجلس الإخوان، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرار تنفيذي رقم 350 لسنة 2012. تمام. القرار ده بيقول نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوة. صحيح. لا أنا مش هنختلف طبعا على المجلس الأخير. هو لو عايز رأي سياسي اللي ملوش علاقة بالقانون، أنا الاثنين يتحلوا وعندنا برلمان، يبقى انتخابات برلمانية جديدة، هو ده الأصح. لكن القانون انت طبعا ادرى بشعابه مع الساده القضاه وهتعملوه. قبل ما اختم مع حضرتك، قول لي بقى اخيرا القصه اللي عندك. انا في انفراد لحضرتك امبارح في نادي الشمس. اتفضل. في مقدم شرطه اسمه تامر حسن البيطار. تامر حسن البيطار. يا ريت تكتب عند حضرتك برضو الاسم ده عشان تتواصلوا. اتفضل. لان القضيه سيئه يعني. ده مقدم شرطه. ضابط شرطه. مقدم تامر حسن البيطار. أيوه. من العمليات الخاصه. الساعة 5:30 كان جوه نادي الشمس. كويس. وانت عارف نادي الشمس يعني ما بين قوسين كده هو معظم اعضاء مجلس ادارته اخوان او كلهم اخوان. الساعة 5:30 كان جوه النادي يشتري من محل بيتزا جوه النادي بيتزا. كويس. هو خارج المحل جوه النادي مش خارج النادي. تم اطلاق النار عليه، اصيب اصابة جسيمة بكتفه برصاصة، وتم تحويله لمستشفى شرطة مدينة نصر. اسم شرطة مدينة نصر عمل محضر رغم ان هو ما كانش مختص بمكان النادي، بس مختص بدخول الضابط لمستشفى شرطه مدينه نصر. وبعد كده رجع المحضر اسم شرطه النزهه، وتم تحويل الضابط من مستشفى شرطه مدينه نصر الى مستشفى الشرطه بالعجوزه. قول لي الرساله دي يا استاذ تامر معناها ايه؟ وقيس دوت. هو كان لابس ميري ولا مدني؟ لا انا للاسف ما اعرفش كان لابس ميري ولا مدني، بس القضيه دي ان شاء الله انا هتولاها لان هو صديق او قريب لاحد اصدقائي. طب هو حضرتك مفسرها ازاي؟ يعني انا عايز اتوقف قدام الجمله اللي انت قلتها، ان ناخد بالنا ان معظم اعضاء مجلس اداره نادي الشمس من الاخوان. هو كل المجلس على فكره. ايا كان مجلس اداره نادي الشمس وفقا لكلامك من الاخوان. ما هي رسائل يا استاذ تامر، لان انا ضد ان موضوع السويس يتقال عليه ان اللي ارتكبوا الجريمه وقتلوا الشاب مأجورين او ناس مش فاهيه. لا ده خلاص رئيس مرسي جه، الجماعات الاسلاميه بتمارس المهام في الشارع على غرار جماعات النهي بالمعروف، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، والموضوع لسه في جرائم اخرى. وعلى فكره برضو عشان نسمي الاشياء بمسمياتها، هو ده ما تم استنتاجه من خلال قناه الفراعين، وبشر فيه الدكتور توفيق عكاشه ان ده ممكن يحصل بمجرد ما الاخوان يتسلموا السلطه بهذا الامر. الجرائم دي يا استاذ تامر عشان ما نلفش وندور لازم نسميها بمسمياتها، واللي بيرتكبوها جماعات اسلاميه متطرفه متاهبه زي التماثيل اللي شدوها من رقبتها ووقعوها فتره، واديك شايف بيتعرضوا للاناث او واحد ماشي مع خطيبته، والجرائم من هذا القبيل. طيب شكرا جزيلا يا استاذ خالد سليمان المحامي ووكيل الدكتور توفيق عكاشه الاعلامي. انا طبعا حزين بالتاكيد على الواقعه، لان في النهايه يعني ايه واحد يبقى في نادي وبيشتري بيتزا وبيعيش حياته بشكل عادي ويتضرب عليه طلقه نار، وانا مش عارف ان هو كان مقصود ولا دي طلقه غلط، يعني عشان كده سالت اذا كان لابس ميري فكان مقصود ان هو كظابط يعني ويتضرب، ولا لابس مدني وهو عضو في نادي الشمس عادي ومن حقه انه يخش ويلعب في النادي مع اولاده او كذا ويشتري اللي هو عاوزه بيتزا ولا مشروبات غازيه ولا كذا. فانا مش عارف هل هو كان مستهدف بهذه الطلقه الناريه ولا دي طلقه جت بالخطا. وثانيا هو في اسلحه بتخش النوادي، انا مش عارف الحقيقه، المفروض امن النوادي بيبقى فيه تفتيش متهيألي يعني، لكن ما اعتقدش ان نادي الشمس يبقى فيه سلاح وفيه كذا.
انا طبعا ضد السيناريو الكامل اللي عمله الاستاذ خالد، لان انا طبعي وامانتي المهنيه وموضوعياتي تقتضي علي ان انا ما اسبقش الاحداث واقول ان العمل كذا، وانا ضد الربط ما بين ان طالما مجلس الاداره بتاع نادي الشمس زي ما بيقول الاستاذ خالد من الاخوان المسلمين يبقى معنى كده ان هم مثلا اللي كانوا عايزين يقتلوه. مش فاهم يعني، مش رابط الموضوع. فانا رافض الربط حتى الان الى ان تتوفر لدي معلومات، لكن في كل الاحوال انا مستاء من القصه في نطاق ان مواطن مصري اطلق عليه الرصاص بدون ذنب. لحد هنا هذه المعلومات تتوقف، هنبحث وهقول لحضراتكم ايه اللي انا شمه ورا الموضوع، لكن مش هقدر اقبل سيناريوهات دلوقتي مسبقه او مجهزه، لان هو ده اللي يخلينا نخش في صراعات قائمه على الخلفيات الذهنيه مش على امر واقع، وده شيء خطير.